مقصر برضو في المذاكره في الكليه والكلام ده، مش قادر اخد قرار برضو ان انا اذاكر. ايوه حبيب قلبي، مش راضي، مش قادر تاخد قرار انك بتذاكر، ما بتذاكرش ليه؟ اصحابك بيذاكروا ولا اصحابك مكبرين؟ شيخ انا يعني اصحابي مش كتير، اللي حواليا يعني مش كتير، واحد او اتنين. واحد او اتنين. انت ما بتحبش تصاحب الناس ولا انت، ولا هو ده يعني ظروفك؟ يعني ليه مصاحب واحد او اتنين؟ هو ده اللي دلوقتي جنبي، هم دول اللي جنبي دلوقتي. هم دول بيذاكروا ولا اقرب ما ناس ليا. بيذاكروش؟ في نفس كليتك ولا مش نفس كليتك؟ لا مش نفس كليتي. مش نفس كليتك. طيب يا حبيب قلبي، بص يا احمد، حبيب قلبي، الانسان اللي عايز ينجح لازم يحط نفسه في بيئة النجاح. يعني اتعلمناها، التاجر اللي عايز يبدأ في التجارة بيقولوا له انزل السوق يا ابني، لو لقيت محل نص متر في نص متر خده، بس حط رجلك، حط رجلك على الطريق الصح. واول ما تحط رجلك ربنا يساعدك، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. بص يا احمد، انا النهارده وانا جاي الحلقة دي انا ناوي ان انا ما طبطبش على حد، انا ناوي ان انا اتكلم كلام عملي، كلام حقيقي. حبيب قلبي، ايه الخطوة اللي انت خدتها عشان تذاكر؟ انت ما انتش مصاحب ناس بتذاكر، ما انتش مصاحب ناس مهتمية بالمذاكرة من دفعتك، انت مش حاطط نفسك في بيئة نجاح اصلا. انا عايز اطلب علم، هروح عند الشيخ مصطفى العدوي وسط طلبة العلم. انا عايز اتعلم دعوة، هنزل مع احبابي اخوة التبليغ والدعوة اتعلم معاهم دعوة. انا عايز اشحن قلبي، هروح اشوف الدعاة الوعاظ اللي لهم دروس قوية واسمعها على شبكة النت. حبيب قلبي، انت عايز تذاكر، انت تعرف انك انت لو ما نجحتش في الدنيا نفسيتك اصلا هتتقفل. انت ممكن يكون عدم فتح نفسك لحفظ القرآن هو بسبب اصلا انك انت مش بتذاكر. يا جماعة، النجاح في الدين والدنيا معشقين في بعض والوقت طويل، احنا عايزين بس نبقى جد في حياتنا. انت عايز تذاكر، حط نفسك في المكان الصح، صاحب الناس اللي بتذاكر، صح، روح اطلع المكتبة بتاعت الكلية هتلاقي في ناس بتذاكر، حط نفسك في جو يشحنك، اعرف ان دي عبادة اصلا، عبادة في سبيل الله. المذاكرة زي الصلاة والصوم، لو انت نويت عند ربنا مسألة حفظ القرآن خلاص الموضوع بسيط. نفس مشكلتك في المذاكرة هي مشكلتك في حفظ القرآن. انت عايز تحفظ قرآن بجد، طيب انت متخيل انك قاعد في بيتك هتحفظ قرآن ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في جيش وهم في الطريق ناموا، وخلى سيدنا بلال يسهر عشان يصحي الجيش الفجر. سيدنا بلال نام وراحت عليه نومه، النبي صحي في حر الشمس، فالنبي نادى سيدنا بلال، انت ازاي تنام؟ فسيدنا بلال قال اخذ بعيني، الذي اخذ بعينك، انا نمت يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش قوموا بسرعه نصلي، النبي قال قبل ما تصلوا تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله، المكان اللي انت فشلت فيه ده ما تقعدش فيه. حبيب قلبي، انت عايز تحفظ قران، انزل ترتاح حفظ قران، انزل ده روح لشيخ بيحفظ قران، هتنطلق في حفظ القران فورا. القصه كلها حط نفسك في المكان الصح.